الأخبار الموجزة اليوم الثلاثاء. بدأت أعمال بناء البيوت أمس في مقاطعة باميان لسكان الكهوف الذين يعيشون في الكهوف منذ سنوات بجهود مسؤولي الإمارة الإسلامية، مع استمرار جهود الوزارة الخارجية وتعاون المملكة العربية السعودية. تم نقل 43 مواطنا أفغانيا المحاصرين في السودان بأمان إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، وسيتم إعادتهم إلى البلاد في وقت مقبل من خلال برنامج الدعم الاجتماعي وسبل العيش في أفغانستان. يتم تنفيذ مشاريع مختلفة بقيمة 1,750,000,000 أفغاني في منطقتي أليشان وبادباش في مقاطعة لغمان بغرض التمكين الاقتصادي للشعب، وسيتم توفير فرص عمل لحوالي 20,000 أسرة في هذه المشاريع. تمت الموافقة في مجلس الوزراء على الإجراء الذي أعدته وزارة الإعلام والثقافة لرئاسة حماية القيم الجهادية. يقول مهندس تصنيع السيارات الأفغاني محمد رضا أحمدي: لم تتوقف أعمال صناعة السيارات، ومنحتني الإمارة الإسلامية منزلا مميزا ومكانا لصنع السيارات وميزانية تشغيل خاصة، وسيتم عرض السيارات المصنوعة في المقاطعة قبل العيد. تم افتتاح أول مركز تعليمي وتدريبي للشرطة في مقاطعة خوست. شارك العديد من المسؤولين في حفل الافتتاح. حسب تصريحات وزارة المالية، بدأ تصدير الغاز من تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان لأول مرة. أحال الهلال الأحمر الأفغاني 19 طفلا آخرين يعانون من أمراض القلب إلى المستشفى بالعاصمة كابول لتلقي العلاج والعمليات الجراحية.